تحدث عن المغرب واستمعت بإمعان للمداخلات ديال الأساتذة الكرام، السي عبد الجبار، السي تاج، السي البقالي، وكلام مهم. بالتالي فمداخلتي هنا سيكون نوع من التفاعل. مسألة ديال التوقيت بالنسبة للمغرب غير مطروحة الآن، يعني التأجيل أو كذا، هذا نقاش سابق لأوانه. نحن نعلم بأن الانتخابات كانت في 7 أكتوبر، بمعنى يفصلون عن الموعد المحدد، يعني محدد الانتخابات، يعني ما يزيد عن سنة، يعني من سابق لأواني الحديث اليوم عن تأجيل أو كذا، هذا شيء سابق لأواني. مسألة حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، أنا أعتبر بأن هذا كلام لا معنى له، يعني لأن ليس هناك أساس دستوري لهذا الكلام، وليس هناك أساس سياسي لهذا الكلام، وبالتالي هذا كلام لا معنى له، ولكن له دلالة. ما هي هذه الدلالة؟ هو أنه حينما يتردد هذا الكلام، يعني في كل مرة ترى شي حاجة حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، يعني كل مرة هذا يعني هشاشة المؤسسات السياسية في البلد للأسف الشديد. يعني لو كانت مؤسسات سياسية قوية وكذا لن يجرؤ أحد على كل مرة يقول حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أو كذا. نجي الآن للانتخابات، وهنا يعني أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم جدا. مسألة الانتخابات كما قال السي تاج، يعني ماشي هو مشكل عنده علاقة بكورونا ولا كذا، هو مشكل يعني مسار انتخابي، يعني منذ البداية، منذ أول انتخابات جماعية سنة 1960 إلى الآن كاين مشكل في المسار الانتخابي. ولكن فين بالضبط هذا المشكل؟ هنا فين ربما كاين الاختلاف، وهنا من ما كنعرفوش فين بالضبط كاين المشكل. بعض الأحيان نضيع الوقت ونضيع الفرص، تأتي بعض الفرص وتضيع لأننا لا نعرف بالضبط أين يوجد المشكل، أو منا من يعرف أين يوجد المشكل ولكن يقول لك الله غالب، لا قدرة لي باش نتكلم على هذا المشكل. المشكل عندنا في العملية الانتخابية ماشي مشكل برامج كما قلت، يعني المخرجات الانتخابية بالنسبة للدول الديمقراطية كيتكلموا على البرامج من بعد كورونا، ولكن حنا عندنا مشكل يرتبط بطبيعة العملية الانتخابية، بمكانة العملية الانتخابية في النسق السياسي والدستوري. الكل يتحدث على أن كورونا ستكون لها آثار جد سيئة، اقتصادية واجتماعية، والأرقام الآن خرجت آثار خطيرة جدا. لمواجهة هذه الآثار المطلوب أن تكون لك مؤسسات سياسية قوية، المطلوب أن تكون لك إمكانية للقرار السياسي. والسؤال الذي يطرح وأطرحه للتأمل: هل الانتخابات في المغرب تؤدي فعلا إلى امتلاك القرار السياسي؟ هل الانتخابات في المغرب تؤدي فعلا إلى امتلاك القرار السياسي؟ وهذا سؤال مهم، لأن طبيعة الجواب على هذا السؤال هي اللي غتخلينا نتعاملوا وشنا هي الحلول اللي كنقترحوا، وشنا المقترحات اللي كنقترحوا. الآن يعني في المسار الانتخابي منذ أن انطلق إلى الآن نتعامل مع الانتخابات للأسف الشديد يعني بالمقاربة التنظيمية. والمقاربة التنظيمية مهمة جدا يعني في إدارة الانتخابات، وحدث فيها تطور مهم جدا في المغرب في كثير من الأمور. سنة 2002 انتقلنا من الأوراق المتعددة إلى الورقة الفريدة، من الألوان إلى الرموز، الكوطة للنساء، الكوطة للشباب، هذه كلها أمور جيدة. نمط الاقتراع، يعني كلها أمور مهمة، ولا يزال نقول الآن مهمة، ماشي قطعنا ماشي كملنا، يعني باقى هناك إشكالات كبرى في المسألة التنظيمية التدبيرية الإدارية للانتخابات، لا على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، لا على مستوى التقطيع الانتخابي، لا على مستوى تمثيلية النساء إلى آخره، يعني لا زال هناك إشكال. ولكن هذه المقاربة التنظيمية يعني ليست كافية، مقاربة تنظيمية ليست كافية.
والدليل على أنها ليست كافية الأزمة التي حدثت في 2007، المأزق الانتخابي الكبير خطير جدا الذي أبان وأوضح بأن المقاربة التنظيمية في غياب أننا نطرح هذا السؤال، واش فعلا الانتخابات عندها مكانة مركزية في النسق السياسي والدستوري في المغرب ولا هي على الهامش؟ هذه المقاربة التنظيمية راها كتوصل للحدود. ففي 2007 كانت فعلا مؤشرات ديال بأن المقاربة التنظيمية يعني توصل إلى المأزق الانتخابي. وجاء الربيع العربي، ولكن شي ناس ركبوا على الربيع العربي وجا دستور 2011 وقلنا وقالوا بعض الناس ربما سنخرج من هذه المقاربة التنظيمية، وربما ستصبح الانتخابات فعلا مكانة في النسق السياسي والدستوري، وسيصبح القرار السياسي يرتبط فعلا بالانتخابات، وستصبح المؤسسات الانتخابية المنتخبة لها مكانة في النسق السياسي والدستوري. قلنا هذا الشيء انطلاقا من نص الدستور، يعني مجموعة من الناس، أنا ما قلتش هذا الشيء، أنا كنت ناقشت هذا الشيء، ولكن مجموعة من الناس انطلقوا من النص، لأن النص فيه فعلا أمور مغرية. الفصل 11 الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس لمشروعية التمثيل الديمقراطي، الاختيار الديمقراطي، السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة من الحزب المنتخب إلى آخره، يعني أمور مغرية وأمور مهمة فعلا وكتقول بأن. ولكن ماذا حدث؟ حدث أنه بعد 3 تجارب انتخابية، تجربتان تشريعيتان وتجربة ديال الانتخابات الجماعية والجهوية، لا زالت العملية الانتخابية ولا زالت الانتخابات محاصرة بأعطاب 5 أساسية: ضعف المشاركة، هشاشة التمثيل الانتخابي، صورية البرامج الانتخابية، الفساد الانتخابي، محدودية الدور الانتقالي. وهذه الأعطاب ال5 كلها لها علاقة بالمكانة، لأن بكل بساطة هذا المواطن، يعني أنا أقدر الحرارة باش كيجيو الإخوان وباش كيجيو واحد العدد ديال الإخوان اللي تنعرفوهم، وهذا شيء مهم جدا. كاين ناس اللي غيورين وكاين ناس اللي ضد الفساد وضد الاستبداد ويشاركون في العملية الانتخابية ويشاركون في الانتخابات بقرحة وبهم، وهذا شيء يقدر. ولكن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن عدم الثقة في الانتخابات ليس مصدرها فقط الفساد الانتخابي. الفساد الانتخابي مصدر أساسي في أن الناس ما يثقوش في الانتخابات، ولكن كاين مصدر آخر هو أن المواطن يرى بأن تلك الانتخابات ليست انتخابات فاعلة، ليست لها فعالية، ليس لها أثر في القرار السياسي. ولا بغينا ناخذ غير واحد النموذج مبسط ومصغر وكذا، نشوفوا غير في أزمة كورونا كيف كانت التعامل. يعني القرارات المهمة ماذا كان مصدرها، والناس كلهم كيربطوا القرارات المهمة منين جات، وفي كيفاش كيشوفوا المصدر ديال ذاك القرار، وكيفاش كيشوفوا الحكومة. واصبحت الحكومه، وهذا في ديوان، هذا في بلاغ ديال الديوان الملكي، يعني منشور بلاغ ديال الديوان الملكي، تعليمات للحكومه، والحكومه ينبغي ان تتقدم باقتراحات. يعني هذه الحكومه اللي هي في الدستور السلطه التنفيذيه يعني تتقدم باقتراحات. فاذا مواطن عادي ملي كيشوف هذا الوضع وتشوف بان القرار السياسي راه ما عنده علاقه بالانتخابات والمؤسسات المنتخبه وكذا، اذا شنو غنمشي ندير انا في الانتخابات؟ هذا وجهه نظر. كاين عند كثير من الناس راه كيشوفك انت ماشي فاسد، ولكن راك تساهم في اضفاء واحد الطابع ديمقراطي على واحد الوجه سلطوي بمشاركتك في انتخابات مغلقه لا تفضي حقيقة إلى امتلاك القرار السياسي. إذا كان شي اقتراح هو، وانا سمعت هنا ما يخليني نزعم ونقول هذا الاقتراح، هو أن نتعامل مع الانتخابات بالرؤية الانتقالية أو المقاربة الانتقالية أو المقاربة التأسيسية. شو المقصود بهذه المقاربة الانتقالية والمقاربة التأسيسية؟ المقصود بها بكل بساطة هو التدافع من أجل
أن تكون للانتخابات مكانة في النسق السياسي والدستوري. وخصنا نعرفوا بأن واحد العديد من الدول حققت الانتقال الديمقراطي ماشي بالدستور، ولكن حققت الانتقال الديمقراطي بالانتخابات. سير شوفوا التجربة ديال الشيلي أو التجربة ديال المجر أو التجربة ديال الأوروغواي. ولكن متى يمكن أن يتحقق هذا؟ يتحقق هذا إذا كان هناك فعلا يعني عندنا فاعلين سياسيين عندهم هذه الإرادة السياسية وعندهم هذا الاستعداد السياسي. فخاص واحد المقاربة تأسيسية. ممكن تكون هذه جائحة كورونا يعني كفرصة للتعامل مع الانتخابات بشكل آخر، لأن ممكن نغيروا نمط الاقتراع. كان عندنا نمط الاقتراع الفردي وبدلناه وجبنا نمط الاقتراع اللائحي. دابا كاين اللي تيقول لك لا، نمط الاقتراع اللائحي نحيدوه نبدلوه. لا، نبدلوا نمط الاقتراع ما غاديش يتحل المشكل. كاين المشكل اللي اصبح يؤرق الداخليه منذ الانتخابات الجماعيه والمشاركه. جا الاقتراح ديال التسجيل الاجباري. واش درتي التسجيل الاجباري واش غتحل المشكل ديال العمليه الانتخابيه؟ ولا غادي تفضح العمليه الانتخابيه؟ راه الناس غيتسجلوا اجباريا، التصويت الاجباري غيجيو يصوتوا اجباريا، ولكن راه غيديروا لك البطائق الملغاه. راه غادي غير تزيد تفضح العمليه الانتخابيه. درتي بدلتي شي حوايج في التقطيع الانتخابي. اذا هذه كلها امور اساسيه وكاينه فيها اقتراحات وكاين فيها كلام ونقاش، ولكن اللي اساسي قبل من هذا المكانه الدستوريه للعمليه الانتخابيه. هذا الوضع الهجين، مؤسسات تنتخب ولا يكون في هذه القرار السياسي، هذا وضع هجين. هذا وضع هجين ينبغي القطع معه، والقطع معه كما قلت بهذه المقاربة التأسيسية التي تتطلب إرادة جماعية وإرادة جميع الفاعلين. أستاذ منار تفضل. في الأخير سي زكريا، هذا الكلام اللي سنقول بمعنى ما يفهموش أحد المشاهدين الآن بأنه كلام تنقول لا للمشاركة أو لا كذا، لا، ولكن تنبين فين كاين المشكل بالضبط. والا اي واحد تيامن بالديمقراطيه ينبغي ان يؤمن بالانتخابات وينبغي ان يؤمن بالاحزاب السياسيه. لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطيه بدون الانتخابات وبدون الاحزاب السياسيه. ولكن الاحزاب السياسيه والفاعلين السياسيين والمواطنين والجميع الغيورين ينبغي ان يتحملوا المسؤوليه باش تكون فعلا انتخابات تسهم في تكريس الديمقراطيه، وليس انتخابات يعني تجدد السلطويه. الانتخابات في المغرب للاسف الشديد هي تسهم في تجديد السلطويه، للاسف الشديد. وشكرا.